من كام يوم كده، من 3 ايام بالظبط. آه، احمد عبد الباسط، كلنا طبعا عارفين، صحفي رياضي كبير في مصر، كان عامل لايف وبيحكي في القصه بتاعه الاهلي وسيراميكا وضربه الجزاء وايه اللي هيحصل والكلام ده كله. الكلام ده كان اول امبارح او يوم الجمعه بالظبط، كان يوم الجمعه بالليل. وبيقول ان قصة لجنة الاستماع ومش عارف ايه، وبيحكي في الموضوع. وعبد الباسط شاطر وبيعرف يجيب اخبار قوية وكويسة. وإذ فجأة يبعت له جمال جبر رسالة على الواتساب، بانت بقى وهو فاتح اللايف لأنه كان ماسك موبايله حطه قدام الكاميرا بصورة. راح البيه موقف اللايف في ثانية ومسحه، وبعديها بساعة كده راح كاتب بوست ملوش أي علاقة بالموضوع. فالناس دخلت قعدت تقول ايه يا لجنة، انت طلعت لجنة يا لجنة يا لجنة يا لجنة يا لجنة. فقام ماسح البوست ده وخلاص ما نزلش حاجة طول اليوم. بدأ بقى ينزل من تاني يوم، ودخلت الناس برضو تروق عليها. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو كان بيتكلم في حاجة ليها علاقة بموضوع الاهلي وسيراميكا وضربة الجزاء، وكان المخطط اللي يحصل حاجة تانية غير اللي هو بيقوله. فالاستاذ جمال جبر بعت له صورة واضح ان فيها سكريبت معين يمشي عليه او اللي هيتم ايه من الاخر. فالتاني راح موقف اللايف وبعديها مسحه واتبرجل حتى قبل ما يقفل اللايف كده اتبرجل، والناس بدات تخش في كومنتات هو لسه على اللايف، ايه ده ايه ده ايه ده، انت طلعت لجنه، ايه ده ايه ده ايه ده، مش عارف ايه. فحتى بعديها اللي اتكلم في الموضوع البوستات كلها بتتمسح من على فيسبوك تيك توك اي حاجه، والفيديو اللي انت بتشوفه ده ممكن يتمسح عادي، الله اعلم يعني. والناس بقى صفحاتها تتقفل والكلام اللي بالك فيه. اللي عايز اقوله لك ان نفوذ جمال جبر وصل ان واحد زي احمد عبد الباسط يبقى لجنه عنده. يعني سيبك بقى من العيال اللي هم، اقول اسامي ولا ما اقولش ولا ايه، انا ما اعرفش. يعني في ناس عيال مشهوره اللي بتطلع على قناه الاهلي واللي بقوا يروحوا قهوه فايق والناس دي كلها، كلهم معروفين مين هم اللجان والقبيضه بيقبضوا ازاي وكان. لكن احمد عبد الباسط مش محتاج، المفروض يعمل كده. انت المعد الاول في برنامج بتاع ابراهيم فايق من ايام اون، ولما راح ام بي سي خدك معاه. ونفوذك قوي جوه اتحاد الكوره، وكنت زمان بتتصرف بالتشكيل، وعلاقتك بهاني ابو رده قويه، وكنت دايما بتدافع عنه قدام حسام حسن وبتهاجم حسام حسن لما كان هاني ابو رده قلب عليه قبل بطوله افريقيا. وانت نفوذك قوي جدا، والصحفي الاول المعد الاول لاكبر برنامج رياضي في مصر. فهل انت محتاج تبقى لجنه؟ محتاج واحد يبعت لك سكريبت يقول لك قوم يلا قول كذا، قوم يلا اشتم في كذا، قوم يلا، ويتحول لك وتستنى 3000 جنيه اخر الشهر والكلام ده؟ اكيد هو عبد الباسط برضه ما بيتعاملش بالطريقه دي زي بقيه ناس، اكيد ليه نظام تاني في التعامل. ولكن اتفضحت. هتقول لي طب هي الرساله دي دليل ان هو لجنه؟ هقول لك لا، بس الدليل ان هو اتبرجل واتهز ومسح اللايف، وقفه في ساعتها عشان يقرا الرساله، وبعدين راح مسحه بالاوردر اللي جاله. والناس لما تخش ترد تقول له يا لجنه، ما يردش عليها. يعني انا لو حد بيتهمني في شرفي بيقول لي انت بتقبض من كذا، ولا انت مختلس، ولا انت كذا، ولا انت عليك، هروح. لو انا عيني مليانه وانا صاحب حق، هيبقى صوتي عالي اقول له لا يا عم انت ما عملتش كده، مين قال لك ان انا عملت كده؟ لكن هو ما ردش، عينه مكسوره. وده رجعنا للقضيه اللي حصلت من سنتين، لما عبد الباسط وابراهيم فايق جابوا جزء من الفار في ماتش الزمالك والمقاولين، الزمالك كسب فيه 3-2 بضربه جزاء في اخر دقيقه. الماتش ده من سنتين ما حدش هيفتكره. المهم ان عبد الباسط جاب جزء من محادثه الفار وقطعها، عمل لها ايدك كده وقطعها بالحته اللي تخدم يعني ايه محمد عادل خدم الزمالك، خصوصا محمد عادل بقى كان طالع عليه الاحتواء ومش عارف ايه. فايه اللي حصل؟ محمد عادل راح رفع عليهم قضيه، قال لهم ده تزوير رسمي لان محادثه الفار ما كانتش كده، واقتطع منها اجزاء. والمحكمه جابت التسجيل الاصلي ولقوا فعلا ان هو مقطع منه وان غير في المعنى بسبب فبقت قضيه تزوير رسمي. فابراهيم فايق واحمد على الباسط لابسوا قضيه تزوير رسمي ودفعوا كفاله 1,000,000 جنيه. يعني عنده كلام غير ده يطلع يقول. والناس لما كانت بتسال عباسط بعديها ايه الموضوع، حتى لما كان بيطلع لايفات ايه يا مزور، ايه مش عارف، لهم اسكتوا اسكتوا، كله هيبان، كله ولا حاجه بانت. هو استنى الموضوع ينام ديننا والناس كلها نسيت زي اي حاجه في الكوره، بالذات في مصر كل يوم في جديد، فاي حاجه هتحصل هتتنسي مهما كانت كبيره يعني هتتنسي. فواضح ان موضوع التزوير وان انت تبقى لجنه ده مش جديد عليه، بس يعني الاراده الالهيه
نفذت ان انت تتفضح في الوقت ده. فادي الكوره في مصر، وادي الرياضه في مصر، وادي اللي انتوا بتشوفوه في الاخر. الناس هتطلع تدافع عشان نواديها، بيشجع الاهلي يطلع يدافع اللي بيخدم الاهلي، واللي بيدافع اللي بيشجع الزمالك يطلع يدافع اللي بيخدم في الزمالك. وكلها عارفين ان هي ماشيه بتدليس وتزوير. والفيديو ده طول شويه بس كنت لازم اشرح الموضوع كاملا.